السلام عليكم. لو لسه بتشتروا الزبادي من بره ان شاء الله بعد الفيديو ده هغير تفكيركم تماما. مش بس علشان موفرة، طبعا ما شاء الله كيلو اللبن هيعمل لك حوالي 10 علب من الزبادي اللي هو حجم 130 جرام، وكمان طعمها حاجة تانية خالص. بجد احنا كان مضحوك علينا، دي حقيقة. اللي هو انت بعد ما تعمليها بالوصفة دي ان شاء الله بالطريقة دي هتقولي ايه ده، امال انا كنت بشتريه ده ايه؟ اكيد ده مش زبادي، ولا الزبادي البلدي ولا الزبادي الشركات. هتعجبك بعد كده. بجد الوصفة دي رهيبة، مفيش فيها اي اختراعات ولا اضافات ولا اي حاجة خالص. هي بس طريقة التحضير اللي هتفرق معاكي. شايفين ما شاء الله قد ايه حلوة جدا، متماسكة وكريمية وطعمها غني جدا جدا جدا. انا الحمد لله كنت منزلاها معاكم من فترة، والفيديو كان عامل مشاهدات حلوة جدا لان بجد الوصفة تستاهل. بس كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا داخلين على رمضان، وانا عندي الزبادي زي ما ناس كتير جدا اساسية عندهم في السحور. فطبعا انا بجهز وبجهز كمية. طبعا بعمل مثلا كيلو لبن بيقعد معايا 3 ايام في التلاجة. النهارده هاقول لك بكل تركاتها بالراحة كده طريقة التحضير عشان تطلع معاكي بالجمال ده، قد ايه متماسكة. وكمان هعملها معاكي بالفواكه عشان لو عندك حد بيحب الفواكه. ما شاء الله طعمها بجد رهيب، حلوة جدا. جربي الوصفة دي بنفس خطواتي وان شاء الله هتدعيلي. انا مي شاهين ودي قناتي على اليوتيوب. ولو لسه اول مرة تشوفيني اتمنى ان انتي تتشرفيني في القناة وتبقي واحدة من اسرتنا الجميلة على اليوتيوب. اول حاجه خالص هنا انا استخدمت كيلو ونص من اللبن، ويفضل جدا جدا ان هو يكون لبن من عند اللبان، يعني لبن بلدي كامل الدسم. طب يا مي ممكن استخدم اللي هو المعلب؟ ممكن، بس مش هتديكي نفس التماسك ونفس الطعم الغني اللي هيديهولك اللبن اللي هو الفلاحي او اللبن البقال. فانا هنا استخدمت كيلو ونص من اللبن. طبعا انت لو حابه تعملي كيلو بس مفيش مشكله خالص، الكميه اللي انت عايزاها استخدميها، بس طبعا شوفي المقادير تضاعفي او تقللي. انا هنا بسيبه عادي جدا على نار عاليه لغايه ما يبدا يغلي، واول ما يغلي بهدي النار تماما، كأنك كده بتسوي رز، بتهدي النار تماما وبتفضلي تقلبيه لمده دقيقتين لخمس دقايق على حسب كمية اللبن اللي انتي مستخدماها. طيب انا ليه هفضل اقلب كده تقليب مستمر لمدة دقيقتين؟ علشان انا مش عايزاه يكون وباسيبه وش يهدى خالص. تمامًا زي دمعة العين أو رضعة البيبي زي ما إحنا بنقول، ما ينفعش أبدًا، أبدًا تستخدميه وهو سخن أو بيغلي، لإن طبعًا هيقطّع معاكِ وهتبوظ وهيفصل المَيّة عن اللبن. تعالي بقى نحضّر الفاكهة اللي إحنا هنستخدمها لو أنتِ عايزة تعمليها زبادي بالفاكهة. أنا هنا استخدمت الفراولة، ممكن تستبدليها بالمانجا، ممكن تكون مجمدة أو فريش، اللي موجودة عندِك استخدميه. أنا هنا استخدمت كيلو من الفراولة وحطيت عليهم نُص كوباية من السكر. الفراولة أنا يعني أنا عايزاها تكون قطع جوّه الزبادي، هاقطّعها على قطع كبيرة زي ما أنتِ شايفة كده على 4/4. لو أنتِ عايزاها مهروسة تمامًا ممكن إن أنتِ تقطّعيها أصغر من كده. بتسيبيها على نار هادية تمامًا جدًا، جدًا من غير حتى ما تضيفي أي مَيّة خالص. المَيّة دي هي مَيّة الفراولة، بعد ربع ساعة هتبدأ إن هي تنزّل كل مَيّتها تمامًا. وابدئي بقى إن أنتِ شيلي الريم ده، أنا مش محتاجاه خالص، لإن طبعًا أنا مش هاستخدم أي مواد حافظة، والريم ده هيخلّيها إن هي تبوظ معايا بسرعة، مش هتستحمل. زي ما قُلت لِك أنا باستخدم كيلو لبن بيقعد معايا 3 أيام في التلاجة كزبادي. دي بقى كده بعد حوالي 20 دقيقة ما شاء الله على نار هادية جدًا، بقت مركّزة جدًا ومَيّتها قلّت وتحسّي إن هي بقت تقيلة. في الوقت ده أنا باضيف عليها نُص ليمونة، يعني نُص عصير من الليمون. و في هنا بذراية وقعت منّي فباشيلها ما فيش أي مشكلة خالص. باقلّبها بقى زي ما أنتم شايفين ما شاء الله، شايفين ما فيش مَيّة خالص، هو بس السُكّر مع عصير الفراولة اللي نزل تقل خالص أهو، وطبعًا لونها إغماء، يبقى هي كده جاهزة معايا. برضه باسيبها باحطها كده في بولة نضيفة وباسيبها تهدى علشان أقدر إن أنا أستخدمها. محتاجاها إن هي تكون باردة واللبن يكون دافي زي دمعة العين، ما شاء الله شايفين؟ طبعًا أنتِ بتستخدمي جوّه الزبادي الكمية اللي أنتِ عايزاها. تعالي بقى أقول لِك هتعملي الزبادي بتاعتِك في إيه. طبعًا إحنا مش هنستخدم مكنة ولا طبعًا فرن ولا أي حاجة خالص. أنا هنا عندي قوالب الزبادي دي اللي هي الصفرا اللي ليها غطا، دي أنا كنت اشتريتها، الصراحة سعرها حلو أوي. بس أنتِ ممكن تعملي في أي حاجة بقى زي ما وريتِك كده، ممكن في فخار، ممكن في قوالب إزاز، ممكن كمان في في الأطباق اللي هي بتاعة الرز بلبن. أي حاجة عندِك ممكن تشتغل وتبقى زي الفل.
هنا بقى جبت الخلاط بتاعي، حطيت فيه حوالي كوباية واحدة بس من اللبن اللي أنا سِبته يبرد تمامًا، وحطيت عليهم 4 معالق ونُص كبار من الزبادي البلدي. يبقى كده كيلو ونُص اللبن أخد معايا 4 معالق ونُص، يعني كيلو اللبن كيلو ونُص معلش لبن، ده معناه إن مقدار اللبن الصح الكيلو هياخد معاكِ 3 معالق كبار من الزبادي. وباضرب كويس جدًا، جدًا، جدًا كوباية اللبن مع كمية الزبادي دي في الخلاط أكتر من مرّة لغاية ما ينزل كريمي خالص كده من غير أي تكتلات نهائي. طب ليه ما استخدمتيش الزبادي كلّها على اللبن كلّه، يعني على كمية اللبن كلّها علشان هتقطّع معاكِ وهيبقى فيها قطع. نقطة مهمة أوي إن القوالب اللي أنا هاستخدمها باعقّمها كويس جدًا، باحطها كده على عين البوتاجاز من فوق بالراحة كده علشان تشم النار زي ما إحنا بنقول. ممكن طبعًا تشغّلي الفرن وتدخّليها تتعقّم وبعدين بتطلّعيها. وبتصُبّي على طول الزبادي بتاعتِك من غير أي حاجة خالص زي ما أنتِ شايفة كده. طب لو أنا عايزاها بالفراولة أو بالفواكه، بتحطّي المُركّز الفراولة اللي إحنا عملناه كده، بتحطّي معلقتين، معلقة زي ما بتحبّيه، زي ما أنتِ شايفة كده، وبعدين بتجيبي بقى اللبن بتاعِك وبتصُبّي عليها. زي ما قُلت لِك أنا في الفيديو ده كده عملت لِك كل حاجة، يعني السادة والفراولة علشان لو عندِك حد بيفضّل الفواكه طبعًا تبقي أنتِ عارفة كل الخطوات. بجد طريقة رهيبة جميلة جدًا، جدًا، جدًا. ممكن تستخدمي اللبن يكون لونه أبيض على الفراولة، طبعًا اللي على الوش ده أنتِ ممكن تشيليه بمنتهى السهولة جدًا بمعلقة كده، أهو يبقى أنتِ كده عملتِ الزبادي السادة، وكمان عملتِ الزبادي اللي هي لونها أبيض ومن تحت فواكه. وتعالي بقى أقول لِك إزاي هنعمل الزبادي اللي هي بتبقى لونها أصلًا بامبي أو لونها مثلًا لون المانجا اللي هو الأصفر. لو أنتِ عايزاها لون الpink دوّة عشان تبقى بالفراولة، هاقول لِك تعمليها إزاي. شايفين أنا برضه هنا حطيت أبيض على الفخار، طبعًا دي الكمية الأبيض اللي أنا عايزاها. وهاسيب كمية بسيطة هاعملها بالفراولة، بس بجد يا جماعة عايزة أقول لكم إن بالفراولة أحلى من الأبيض. أنا هنا استخدمت كيس اللي هو الآيس كريم بالفراولة، طعمه تحفة، رهيب، حلو جدًا. عارفة بتاكلي كأنِك كده بتاكلي زبادي أو مثلًا زبادو، طعمه حلو جدًا. هتحطيه بقى كده حوالي معلقتين كبار على حسب اللون اللي أنتِ عايزاه. عايزة لون أغمق بتزودي الآيس كريم ما فيش مشكلة خالص. ما ينفعش نستخدم جيلي خالص، هو الآيس كريم بس. أهو اداكِ لون البينك. طب لو أنا عايزة مثلًا لون الأورنج عشان هاعمل بالمانجا، استخدمي آيس كريم بالمانجا. وخلّصت أهو كل الكمية اللي عندي ما شاء الله، عايزة أقول لِك عملت كمية حلوة جدًا. طبعًا مستحيل إن فرد واحد ياكل الكوباية دي كلّها، فأنتِ بقى يعني شايفين واتبقى كمان، وجبت هنا الكاسات اللي هي بتاعة الرز بلبن، وبرضه صبّيت فيها الباقي معايا. يعني بجد وصفة حلوة جدًا. خلّي بالكم بس من طريقة التحضير والتسوية، وهتلاحظي إن الزبادي بالفراولة بتبقى متماسكة شوية أول ما تحطي الآيس كريم عليها. كده أنا كده خلاص خلصت الكمية ما شاء الله عندي. هتبدئي بقى إن أنتِ تغطّي، لو في مثلًا تستخدمي برطمانات مثلًا بغطا غطّيها ما فيش مشكلة، اللي هي مثلًا الكبات بتاعة الزبادي غطّيها. طب لو ما فيش بقى الغطيان زي ما أنا مستخدمة كده في الفخار أو في حاجات إزاز، بتستخدمي الstretch wrap وبتغطّيها. ضروري جدًا، جدًا، جدًا إن أنتِ تغطّيها، دي برضه خطوة مهمة جدًا علشان ما تعملش وِش و تبقى شكلها مش حلو. حطيتها هنا بقى في صينية، أي صينية عندِك، ونزلت بمَيّة مغلية حوالي لتر من المَيّة. المَيّة يا دوبك بس تغطي ربع الزبادي، ربع الكوباية بتاعة الزبادي، مش لازم تغطيها لغاية النُص أو لغاية الآخر، لأ طبعًا، هي بس شوية مَيّة كده علشان تبدأ إن هي تدفّيها، لإن أنا مش هاشغّل الفرن. وباغطيها بفوطة مطبخ كده نضيفة وباركنها على جنب، وبتاخد حوالي ساعتين. وبعدين بادخّلها التلاجة 4 ساعات، لازم تدخل التلاجة بعد ساعتين وبعد ما تهدى خالص، شايفين؟ وهتطلع معاكِ بالجمال والحلاوة دي. مش لازم تستنيها لغاية تاني يوم، يعني هي حلوة أوي عليها 4 ساعات في التلاجة وهتطلع معاكِ مضبوطة جدًا. ما شاء الله بجد وصفة تحفة. ما تنسوش بقى الشير واللايك واشتراك في القناة، واشوفكم إن شاء الله فيديوهات جاية كتير، وكل سنة وأنتم طيبين واشوفكم على خير.